نقلت وكالة رويترز عن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 شخصا في مدينة حمص برصاص قوات الأمن ومسلحين مجهولين. وأكد المرصد أن قوات حكومية اقتحمت 3 من أحياء المدينة، وأن شهودا تحدثوا عن وقوع إطلاق نار وسماع انفجارات في مناطق مختلفة منها. جاهز أرمي. المشهد الميداني في مناطق مختلفة من سوريا لم يتغير، فالأنباء المنقولة عن ناشطين تؤكد مقتل مواطنين بيد قوات الجيش والأمن، في حين تؤكد السلطات أن وقوع القتلى سببه جماعات مسلحة تعمل ضمن مؤامرة خارجية. وكالة رويترز نقلت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع قتلى في مدينة حمص برصاص قوات الأمن، وذلك في وقت تم فيه نشر قوات وصفت بالموالية للرئيس السوري في 3 من أحياء المدينة. ونقلت شهادات تحدثت عن وقوع إطلاق نار وسماع انفجارات في مناطق مختلفة منها. المرصد أكد كذلك أن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على حافلة تقل عددا من موظفي الشركة السورية لنقل النفط المملوكة للدولة، ما أدى إلى مقتل 4 منهم وإصابة آخرين بجروح. التفاصيل المقابلة وفق الرواية الرسمية تؤكد تعرض الحافلة لهجوم نفذه مسلحون إرهابيون، ما أدى إلى مقتل عامل وإصابة 30 آخرين بعضهم في حالة خطرة. التلفزيون السوري الرسمي نقل صورا للقاء جمع الرئيس السوري بشار الأسد بجاكوب كيلنبرغر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يقوم بزيارة إلى دمشق. وكانت اللجنة أعلنت أنها قامت بزيارة للسجن المركزي في دمشق، في حين طالبت السلطات السورية بتوفير الخدمات الطبية للجميع في البلاد. السماح للجنة الصليب الأحمر بزيارة البلاد يعد جزءا من تحركات دبلوماسية سورية على مستويات مختلفة، ففي الوقت الذي ينتظر فيه وصول الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى دمشق، وذلك للتعبير عن قلق الدول الأعضاء في الجامعة تجاه الأحداث في سوريا وللاستماع إلى وجهة نظر المسؤولين هناك، في الوقت ذاته أكدت مصادر إعلامية أن المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان ستقوم بزيارة إلى موسكو السبت المقبل لإجراء لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي. إياد أبو عوض، روسيا اليوم. وحول حقيقة الأوضاع في سوريا نستضيف في الاستوديو الصحفية في جريدة موسكو نيوز والخبيرة في شؤون الشرق الأوسط إلينا سوبونينا. سيدة سوبونينا، أهلا بك. صباح الخير. صباح النور. سيدة سوبونينا، إذن رغم دعوات الحوار ودعوات وقف العنف، يعني تتواصل الأنباء حول سقوط القتلى في صفوف المدنيين في مناطق مختلفة، كيف تفسرين ذلك؟ نعم، للأسف عملية العنف تستمر، ولنتذكر أنه في الربيع شعارات المعارضة كانت إجراء الإصلاحات في سوريا، أما الآن فنسمع غالبا شعار تغيير النظام وذهاب الرئيس بشار الأسد. فأنا خايفة أنه سيناريو الحوار، وهو بالحقيقة أفضل السيناريوهات في سوريا، هو سيناريو متفائل جدا، ولو كنت متفائلة أيضا كنت أؤمن بتحقيق هذا السيناريو، ولكن للأسف يبدو أنه الوقت أصبح ضيق للحكومة السورية، فعليها يا تستعجل في تحقيق الإصلاحات يا هناك لابد من سقوط النظام. نعم. السيدة سوبونينا، مصادر إعلامية تؤكد أن بثينة شعبان المستشارة، يعني مستشارة الرئيس السوري، ستصل إلى موسكو السبت القادم. ما الذي سيتم بحثه وما الذي تريد الحكومة السورية تحديدا من روسيا في المرحلة القادمة؟ هذه هي خطوة جيدة، خاصة أن روسيا لديها لحتى الآن العلاقات الجيدة مع النظام في سوريا، وهذا خلافا مع الدول الأوروبية ومع أمريكا. ومن الملحوظ أيضا أنه السيدة بثينة شعبان حتصل إلى روسيا مباشرة بعد زيارة وفد المعارضة السورية، وهذا الوفد حيلتقي يوم الجمعة بالمبعوث الرئيس الروسي سيد ميخائيل مرغيلوف. نعم سيدتي، هل كانت هناك يعني مبادرة محددة قدمتها روسيا إلى القيادة السورية خلال زيارة ميخائيل بوغدانوف المبعوث الروسي الأخيرة خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق؟
لا، حسب معلوماتي لم تكن هناك أي مبادرة جديدة، أما كانت هناك رسالة تحذير من قبل الرئيس الروسي للسلطات السورية، لأنه الوقت أصبح ضيقا. بالإضافة إلى ذلك السيد ميخائيل بغدانوف وهو دبلوماسي محترف تعرف على الأوضاع في سوريا وحاول مرة أخرى إقناع الطرفين بإجراء الحوار. نعم سيدة، العقوبات الأخيرة الأوروبية التي فرضت على النظام السوري والعقوبات المتوقعة فرضها يعني قريبا أيضا، باعتقادك يعني إلى أي مدى قد تؤثر على قرارات الرئيس الأسد؟ هذه العقوبات ستبدأ من أواسط نوفمبر، فلحتى الآن يوجد الوقت أمام الحكومة السورية، ولكن بالتأكيد ستؤثر على ميزانية الدولة لأنها تؤثر على التصديرات النفطية. نعم. طيب المصادر الرسمية السورية يعني تؤكد دائما أن كل ما يحدث هو نتيجة مؤامرة خارجية. هل باعتقادك هذه الرؤية واقعية؟ ومن هي الأطراف المشاركة حسب يعني اعتقادك في هذه المؤامرة؟ أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة الخارجية. في نفس الوقت طبعا هناك أهداف معينة لدى بعض الدول الأوروبية ولدى الولايات المتحدة، وهي لا تخفي أن هذه الأهداف هدفها هو تغيير النظام في سوريا، ولكن المشاكل بدأت بسبب اليأس الشعبي وأيضا بسبب تأثير الربيع العربي على الذي حدث في بلدان أخرى، والشعب الذي هو سيقر مصير سوريا وليست المؤامرة الخارجية. نعم. الصحفية في جريدة موسكو نيوز والخبيرة في شؤون الشرق الأوسط إلينا سوبونينا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.